أهلا بيكم في فيديو جديد. كلنا عارفين إن ساعة الأومنيتريكس هي أساس عالم بنتين بسحرها وقدراتها الخارقة، لكن على مدار السلسلة ظهرت نسخ وتصميمات غريبة ومجنونة للساعة دي. في منها اللي كان أقوى من الأصلية وفي اللي كان غامض جدا. في الفيديو ده هناخدكم في جولة في قناتنا ونجمع لكم أغرب ساعات الأومنيتريكس اللي ظهرت في عالم بنتين عشان هنكتشف مع بعض أسرار عمركم ما شفتوها قبل كده. يلا بينا نبدأ. سنتحدث عن جهاز غامض ومخيف يعرف باسم تراوماتريكس. إذا كنت تعتقد أن ساعات بنتين تقتصر على التحولات البطولية فاستعدوا لقصة كابوسية. التروماتريكس ليست مجرد ساعة أخرى، بل هي أداة دمار شامل سنكشف فيها كل التفاصيل عن أصلها المأساوي وكيفية عملها وماذا يحدث لبنتينيسون عندما يقع تحت تأثيرها. على غرار شاكوتريكس وبلادتريكس، تروماتريكس ليست جزءا من عالم بنتين الرسمي، إنها مفهوم alternate universe، عالم بديل من صنع المعجبين، وتقدم رؤية مظلمة ومأساوية لساعة الأومنيتريكس. التروماتريكس هي جهاز خطير يشبه الأومنيتريكس، ولكن تم إنشاؤه بهدف مختلف تماما: نشر الدمار وإنهاء الحياة البشرية بأكثر الطرق رعبا ممكنة. تبدأ قصة تروماتريكس في بعد موازن، حيث قام الأزموث العبقري الذي نعرفه بإنشائها بدافع الانتقام المرير من البشرية. هذه القصة المأساوية حدثت بعد أن قام البشر بأسر وتعذيب وقتل ابنته صوفيا لأكثر من 4000 عام. في غضبه وحزنه الشديد استخدم أزموث أجزاء جسد ابنته المقطعة لإنشاء هذه الساعة المروعة. كان هدفها الوحيد هو نشر الدمار وإنهاء جميع أشكال الحياة البشرية بأكثر الطرق وحشية ممكنة. إنها ليست مجرد أداة، بل هي تجسيد للألم والانتقام. على عكس الأومنيتريكس التي تربط بمعصم بن، فإن التروماتريكس تلتصق بفم بن، مسببة له ألما هائلا وفقدانا كاملا للسيطرة، تجبره على التحول إلى نسخ وحشية وغير متحكم بها من كائناته الفضائية مثل جوست فريك وإكس ال ار 8. تحت تأثيرها يبدأ بن على الفور في مطاردة الضحايا، ويبدأ بقتل جده ماكس وابنة عمه جوين. الهدف النهائي للجهاز هو مواصلة هذا الهيجان حتى يتم القضاء على كل إنسان على وجه الأرض. التروماتريكس لا تمنح ابن القوة، بل تسيطر عليه بالكامل وتحوله إلى أداة للدمار. الكائنات الفضائية التي يتحول إليها بن تكون مشوهة ومرعبة وتجسد الخوف والصدمة. بن يفقد إنسانيته تماما تحت تأثير الساعة ويصبح وحشا لا يرحم. الهدف النهائي للساعة هو إبادة البشرية جمعاء. في هذا العالم بن ليس البطل الذي نعرفه، إنه ضحية لأداة انتقام حولته إلى كابوس حي ينشر الرعب والدمار أينما حل. قصة التروماتريكس هي تذكير مؤلم بأن القوة يمكن أن تتحول إلى لعنة، وأن الحزن والغضب يمكن أن يولدا وحوشا. إنها قصة رعب حقيقية تظهر الجانب المظلم لما يمكن أن يحدث عندما يتجاوز الانتقام كل الحدود. ما رأيكم في قصة التروماتريكس؟ هل تجدونها مرعبة ومثيرة سنتحدث عن جهاز غامض ومروع يعرف باسم بلاوتريكس. إذا كنت تعتقد أنك تعرف كل شيء عن ساعات بنتين فاستعد لتغيير رأيك. البلاتريكس ليست مجرد ساعة أخرى، بل هي قصة رعب من عالم بديل سنكشف فيها كل التفاصيل عن أصلها المرعب وكيفية عملها وماذا يحدث لبنتينيسون عندما يرتديها. على غرار شاكتريكس، بلاتريكس ليست جزءا من عالم بنتين الرسمي، إنها مفهوم عن العوالم البديلة من صنع المعجبين. نشأت في مجتمع تيك توك وتقدم رؤية مظلمة ومروعة لساعة الأومنيتريكس. البلاتريكس هي في الأساس كائن حي طفيلي يحتاج إلى مضيف للبقاء على قيد الحياة، وهي تختلف جذريا عن الأومنيتريكس المعروفة التي تمنح التحولات البطولية. تبدأ قصة بلاتريكس في عالم بديل، حيث كان فيلجاكس وأزموث صديقين، لكن فيلجاكس كان لديه طموح شرير: غزو وإبادة جميع الأجناس الفضائية باستثناء جنسه وبعض الأجناس الأخرى. أزموث بالطبع عارض هذه الخطة. عندما اكتشف أزموث أن فيلجاكس قد جمع عينات حمض النووي DNA للعديد من الكائنات الفضائية، قام بحقن سم في حمضها النووي. هذا السم جعل قوى الكائنات الفضائية تسبب أضرارا جسدية لفيلجاكس، وزادت قدرتها على التجدد من الألم بشكل أكبر. غضبا من هذا الاكتشاف قتل فيلجاكس أزموث وبدأ في بناء أومنيتريكس خاصة به. لكن هذه الأومنيتريكس لم تكن عادية، فقد بناها باستخدام اللحم أزموث والكائنات الفضائية التي هزمها، بالإضافة إلى مواد من أومنيتريكس أخرى. وهكذا ولدت البلوتريكس، كائن حي مرعب. قرر فيلجاكس إرسال البلوتريكس إلى كوكب الأرض الذي اختاره لغزارة مصادر الدم واللحم فيه، بهدف غزو المزيد من الأجناس والكواكب في المستقبل. قبل إرسالها سمع فيلجاكس أصواتا غريبة ومؤلمة قادمة من البلوتريكس، وكأن الكائنات الفضائية لا تزال واعية داخلها. وما أثار رعبه أكثر هو ظهور عين في فتحة الساعة وكأنها تراقبه. تصل الكبسولة التي تحتوي على البلوتريكس إلى الأرض، ويجدها بنتينيسون في الغابة. عندما يضغط بن على الزر لا يتحول إلى بطل خارق، بل يبدأ في الاحتراق والصراخ من الألم وكأنه في الجحيم. جسده يتجدد ويحترق في نفس الوقت، مما يسبب له ألما لا يطاق. التحول عبر البلوتريكس ليس تحولا عاديا، بل هو عملية مؤلمة ووحشية تشوه جسد بن. يصبح المستخدم
يستخدم نحيلا وأكثر عدوانية، ويعتمد على البلاد تريكس لإشباع عطشه للدم واللحم. بن بعد تحوله الأول يهاجم معسكرا ويقوم بأعمال وحشية مما يجعله يشعر باضطراب عميق. يصبح بن معتمدا على البلاد تريكس لإشباع جوعه مما يجعله أسيرا لهذه الساعة المرعبة. في هذا العالم بن ليس البطل الذي نعرفه، إنه ضحية لساعة تحوله إلى وحش، ويطارده الشرطة بعد الفظائع التي ارتكبها. قصة البلاد تريكس هي تذكير بأن عوالم المعجبين يمكن أن تأخذ قصصنا المحبوبة إلى أماكن مظلمة وغير متوقعة. إنها قصة رعب حقيقية تظهر الجانب المظلم لما يمكن أن يحدث إذا وقعت قوة الأومنيتريكس في الأيدي الخطأ، أو إذا كانت الأومنيتريكس نفسها كائنا حيا شريرا. ما رأيكم في قصة البلاد تريكس؟ هل تجدونها مرعبة ومثيرة للاهتمام؟ سنتحدث عن جهاز غامض ومثير للجدل استحوذ على اهتمام الكثيرين في مجتمع بنتين، ساعة التشاك تريكس. إذا كنت من محبي بنتين فربما تكون قد سمعت عن هذه الساعة، أو ربما هي المرة الأولى لك. في كلتا الحالتين استعدوا لرحلة شيقة سنكشف فيها كل التفاصيل عن قصة هذه الساعة، من أين أتت، وما الذي يجعلها مختلفة تماما عن الأومنيتريكس التي نعرفها. بداية دعونا نوضح ما هي ساعة التشاك تريكس. على عكس ما قد يعتقده البعض، التشاك تريكس ليست جزءا من عالم بنتين الرسمي الذي أنتجته كارتون نتورك ووارنر براذرز. إنها في الواقع مشروع جماهيري ضخم، أو ما يعرف ب Alternate Universe، تم إنشاؤه بواسطة فنان على تويتر يدعى تريكس دي إيليان. الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تخيل عالم بنتين بطريقة مختلفة، حيث تتغير الأحداث الرئيسية وتتخذ مسارا آخر تماما. وهذا يقودنا إلى السؤال الأهم: ما هو دور التشاك تريكس في هذا العالم البديل؟ في عالم بنتين الأصلي يجد بن ساعة الأومنيتريكس التي تمنحه القدرة على التحول إلى كائنات فضائية مختلفة. لكن في عالم شاك تريكس القصة مختلفة تماما. بينما تقوم الأومنيتريكس بتحويل بن نفسه إلى كائنات فضائية، فإن التشاك تريكس لا تحول بن على الإطلاق. بدلا من ذلك تقوم التشاك تريكس باستدعاء كائنات فضائية إناث. هذه الكائنات الفضائية تظهر كفتيات، ولكل منهن قدراتها الخاصة المستوحاة من الكائنات الفضائية الأصلية في بنتين. في هذا العالم البديل يقال إن أزموث العبقري الذي صنع الأومنيتريكس هو من صنع التشاك تريكس بدلا منها، والهدف من التشاك تريكس هو الحفاظ على الأنواع الفضائية. بنتينيسون في هذا العالم البديل يجد التشاك تريكس، وفي براءته يعتقد أنها تستدعي بطلات خارقات لمساعدته في أعمال بطولية. هو في البداية لا يدرك الغرض الحقيقي للساعة أو طبيعة الكائنات التي يستدعيها. تبدأ قصة بن مع التشاكوتريكس خلال رحلته الصيفية مع جده ماكس وابنة عمه جوين، تماما كما في القصة الأصلية. لكن بدلا من الأومنيتريكس يجد بن هذا الجهاز الغامض. في البداية بن الذي لا يزال طفلا في العاشرة يستخدم الساعة ببراءة تامة. يعتقد أن الكائنات الفضائية الإناث التي يستدعيها هن بطلات خارقات من عوالم أخرى، ويحاول توجيههن للقيام بأعمال بطولية. على الرغم من نضجه المحدود وأنانية طفولية في بعض الأحيان، إلا أن بن يمتلك صفات بطولية قوية وفضولا كبيرة. يتعلم ابنه مع الوقت كيفية استخدام الساعة بفعالية، ويطور استراتيجيات لاستدعاء الكائنة الفضائية المناسبة لكل موقف. هذا يضيف ديناميكية جديدة تماما لمغامرات بن، حيث يعتمد على فريق من الكائنات الفضائية المستدعاة بدلا من التحول بنفسه. نظرا لطبيعة التشاك تريكس التي تستدعي كائنات فضائية إناث، فقد أثار هذا المشروع بعض الجدل في مجتمع بنتين. البعض يرى أنه يبتعد كثيرا عن جوهر السلسلة الأصلية، بينما يرى آخرون أنه إضافة إبداعية ومثيرة للاهتمام للعالم. من المهم التأكيد مرة أخرى أن هذا المشروع هو عمل جماهيري ولا يهدف إلى أن يكون محتوى غير لائق، كما يوضح القائمون على الويكي الخاص به. وهكذا نكون قد استعرضنا قصة ساعة تشاكوتريكس بالتفصيل. إنها مثال رائع على كيف يمكن للمجتمعات الفنية أن تأخذ فكرة محبوبة وتطورها في اتجاهات جديدة ومبتكرة. ما رأيكم في ساعة التشاكوتريكس؟ هل تفضلونها على الأومنيتريكس؟ هل كنت فاكر إن الأومنيتريكس هو أقوى تكنولوجيا فضائية في عالم بنتين؟ يبقى لازم تتعرف على النيمتريكس، الساعة المظلمة اللي اتصممت مش علشان تنقذ الكواكب بل علشان تدمرهم. في الفيديو ده هنكشف كل أسرار النيمتريكس، إزاي اتصنع، مين استخدمه، وإزاي كان قادر يهدد بنتين نفسه. النيمتريكس مش اختراع عادي، اللي صممه كان عالم اسمه الدكتور أنيمو، واحد من أخطر أعداء بنتين على الإطلاق. لكن الحقيقة إن التصميم نفسه كان مبني على تكنولوجيا الأومنيتريكس، بس بدل ما يتحول لمخلوقات ذكية من أنواع مختلفة، النيمتريكس بيحول صاحبه المفترسين. الهدف إنشاء سلاح قاتل مخصص للقضاء على كل فضائي من الأومنيتريكس. كل نوع من فضائيين بنتين له مفترس متوحش خاص بيه اتصمم علشان يصطادوا ويدمروا. النيمتريكس بيعمل مسح لأنواع الدي
الدي ان ايه الفضائيه اللي موجوده في الاومنيتريكس، وبعدين يولد مفترس فريد مصمم لهزيمه النوع ده بالذات. على سبيل المثال هيت بلاست بيتم استهدافه من مفترس ناري ضخم بجسم مقاوم للحراره العاليه. اكس ال ار 8 بيتم مطاردته من مخلوق سريع بشكل لا يصدق لكن باسنان حاده وقدره على التمويه. فور ارمز بيتحدى وحش عملاق بنفس القوه لكن بيتميز بسرعه ومخالب. الوحوش دي اسمهم البريداتورز، مش بس عندهم قوه جسديه خارقه، ده كمان بيتم تعديلهم جينيا علشان يكونوا خصوم مثاليين لاي فضائي من الاومنيتريكس. اول مره شفنا فيها النيمتريكس كانت في سلسله بنتين اومنيفيرس، واللي استخدمه كان شخصيه غريبه ومخيفه اسمها خيبر الصياد بين الكواكب، بيستمتع بصيد الكائنات النادره والقويه. خايبر ما كانش لوحده، كان معاه كائن آلي اسمه زاد على شكل كلب فضائي، هو اللي كان بيتحول باستخدام النيمتريكس. زاد كان بيقاتل كل مره باستخدام مفترس مختلف على حسب الفضائي اللي بنتين بيتحول له، وده خلى المعارك بين بنتين وخايبر اكتر عنفا وتهديدا من اي وقت فات. من الناحيه التقنيه النيمتريكس مش اكتر تطور، لكن خطورته بتيجي من تخصصه. الوحوش اللي بينتجها مش عشوائيين، دول مصممين حرفيا لهزيمه كل فضائي في ساعه بنتين. يعني المواجهه دايما مش متكافئه، بين بيتحول لفضائي قوي بس الوحش اللي قدامه معمول علشان يهزمه بالضبط. ومع ان ابن قدر في النهايه ينتصر على خايبر، ده ما يلغيش ان النيمتريكس كان تهديد حقيقي قدر يخلي بنتين في لحظات على وشك الهزيمه الكامله. بعد سلسله من المعارك بونواجد وماكس وجوين قدروا يتغلبوا على خايبر، وزاد تم تعطيلها، بس مصير النيمتريكس نفسه ما كانش واضح. في بعض الحلقات بنحس ان الجهاز اتدمر، لكن في مشاهد تانية بنلاحظ ان التكنولوجيا دي ممكن ترجع في اي لحظه، وده بيخليها من اخطر الاسرار في عالم بنتين. النيمتريكس ما كانش مجرد نسخه شريره من الاومنيتريكس، ده كان تهديد وجودي لبنتين نفسه. وبالرغم من انه اختفى من الساحه الا ان الفكره وراه لسه مرعبه. ايه اللي ممكن يحصل لو التكنولوجيا دي وقعت في ايدين حد اقوى من خايبر؟ قولوا لنا في التعليقات. تحبوا تشوفوا عوده النيمتريكس في سلسله جديده لبنتين؟ واشتركوا علشان تستنوا باقي اسرار عالم بنتين. اهلا يا شباب، النهارده هنتكلم عن حاجه جامده جدا من عالم بنتين، وهي الانتيتريكس. لو بتحبوا القصص الفضائيه والاجهزه اللي بتحولك لكائنات غريبه يبقى الفيديو ده ليكم. الانتيتريكس ده جهاز مش عادي خالص، وهنشرح كل حاجه عنه خطوه بخطوه. يلا بينا. الانتيتريكس ده نسخه مقلده من الاومنيتريكس الشهير. مين اللي صممه؟ فيلجاكس الشرير الرهيب. ومين اللي بناه؟ كيفن ليفن هنا على الارض. الجهاز ده بيغير الدي ان ايه بتاعك وبيحولك لكائنات فضائيه هجينه، يعني مشكله ومتوحشه شويه. ليه؟ عشان الدي ان ايه جواه متلخبط، فبيطلع لك فضائيين مختلفين عن اللي متعودين عليهم. مثلا دارك ماتر يقدر يطلع سائل من دماغه ويصلبه عشان يعمل سلاح. فكره جامده صح؟ على عكس الاومنيتريكس اللي فيه فضائيين كتير مرتبين في مجموعات عشرات، الانتيتريكس عنده بس 11 فضائيه. بس متقلقوش، مع الوقت ممكن يزيدوا، زي ما شفنا كيفن من المستقبل عنده هيومن جورابتور. الجهاز فيه حاجة حلوة قوي، إنك تقدر تبدل بين الأشكال بسرعة بمجرد ما تضغط على الرمز اللي على صدر الفضائي. كمان بيخليك تختار الشكل اللي بعده بعقلك، ولو بقيت محترف بيه تقدر تخلط ال11 فضائي دول كلهم في شكل واحد وتستخدم قواهم مرة واحدة. الخليط ده مش جاهز، لأ، بيتعمل وقت التحول، ولو عارف تعمل إيه تقدر تشكله زي ما تحب عشان يبقى مظبوط. الانتيتريكس بيطلع موجات حتى وهو مش شغال، يعني أي حد يقدر يلاقيك بيه. حجمه بيتعادل لوحده عشان يناسب معصمك، وممكن يلبس الفضائيين هدوم على حسب اللي لابسه. كمان بيرد على فيلجاكس بطريقة تليباتية لو اتظبط كده. لو حطيت مفتاح الأومنيتريكس فيه بيفتح لك أشكال جديدة زي ألم في، بس مش بيترقى زي الأومنيتريكس، بيفتح دي ان ايه سماوي وبس. لكن المشكلة إنه مش مستقر قوي، يعني التايم اوت بتاعه ممكن يطول أو يأثر من غير ما تعرف، ويتأثر بالليزر أو السحر، وأي ساحر يقدر يتحكم فيه. كمان قابل للاختراق، يعني ممكن حد يتحكم في دماغك لو ما عدلتهوش. مع الوقت ممكن يخرب ويسيبك عالق في شكل فضائي. عشان كده كيفن بيفضل يظبطه كل شوية. الانتيتريكس يشبه الالتيماتريكس، الاتنين معمولين من أشرار أخدوا فكرة الأومنيتريكس وحطوا عليها لمستهم عشان يبقوا أقوى في القتال. فيه نظرية مش مؤكدة بتقول إن الدي ان ايه بتاعه جاي من سحابة لما الجهاز اتفعل، بس محدش يعرف. ايه رأيكم في الانتيتريكس؟ لو عندكم أسئلة أو حابين نعمل فيديو عن حاجة تانية من بنتين قولوا في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والاشتراك، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.